رحيل مودريتش عن ريال مدريد وتفاصيل عرض النصر السعودي. أخبار جديدة عن بيلينغهام وريال مدريد. ريال مدريد سبب انفصال رونالدو عن وكيل أعماله. قرار مفاجئ من بيل بعد اعتزاله كرة القدم. عاد ديفيد ألابا لتدريبات ريال مدريد استعدادا للديربي الذي سيشهده الدور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا، وذلك بعد تعافيه من الإصابة. هذا وتعد عودة ألابا من الأخبار السعيدة لأنشيلوتي، ويمكنه الاعتماد على ألابا ضد أتلتيكو مدريد، لكن بالنسبة لتشواميني الذي عانى من نفس الإصابة فالخيار سيكون في يد أنشيلوتي إذا قرر الاعتماد عليه أو منحه مزيدا من الوقت للتعافي. وما زال داني كارفاخال وإيدين هازارد ولوكاس فاسكيز خارج حسابات الفريق بسبب الإصابة. ريال مدريد الآن يحتاج لكافة أوراقه في الفترة الحالية في ظل المنافسة على مختلف الألقاب ما بين الليغا، الكأس في الشهر الحالي، واستئناف مباريات دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل. أصدقائي المدريديستا، أتمنى منكم دعمي بلايك للفيديو تقديرا منكم لمجهوداتي في إيصال المعلومة، واكتبوا رقم 10 في التعليقات لأعرفكم أيها الأساطير. شكرا لكم جزيل الشكر. ما زال ريال مدريد لم يتخذ موقفه النهائي بشأن رحيل النجم الكرواتي لوكا مودريتش، وهذه الأخبار لأول مرة في مسيرة مودريتش مع ريال مدريد تتحدث عنه الصحف بأنه قد يرحل ولا يجدد عقده مع الفريق بنهاية هذا الموسم. ومن بين أسباب تلك التسريبات وجود عروض مالية قوية للاعب الكرواتي تجعله يفكر بقوة قبل التجديد مع الريال، حيث قال الصحفي رومان ألفاريز أن نادي النصر السعودي قدم عقدا للكرواتي لمدة موسمين براتب يصل إلى 40 مليون يورو سنويا. وكذلك هناك شعور كبير داخل ريال مدريد بأن لوكا مودريتش يستنزف مجهوده مع منتخب كرواتيا، وسيشترط عليها الريال الاعتزال دوليا قبل أي خطوة تجديد مع النادي الملكي كي يضمن عدم استنزافه مجددا. وكذلك من بين الأسباب التفكير في التعاقد مع بيلينغهام، وبالتالي توفير راتب مودريتش سيساعد في الصفقة، رغم أن الريال لا يرحب بفكرة الاستغناء عن خدمات مودريتش بالفترة الحالية بعد أدائه الرائع منذ بداية الموسم، ولكن في نفس الوقت سيكون عليها الصراع في سباق ضم بيلينغهام خلال الأسابيع القادمة أمام أحد أهم الأندية المهتمة به مثل مانشستر سيتي وليفربول، اللذان يحاولان إقناع اللاعب الإنجليزي بالانضمام إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. من جانب آخر، صحيفة ماركا كشفت عن تفاؤل ريال مدريد بشأن قدرته على حسم صفقة جود بيلينغهام في الميركاتو الصيفي القادم. الصحيفة المدريدية أضافت أن قطاع من المدريديستا يعتقد أن ريال مدريد قادر على الظفر بخدمات بيلينغهام، ويرجع ذلك لقوة النادي الملكي في أوروبا والذي يعد أكبر مضخة للمواهب في العالم، ويمتلك فريق شاب قادر على تحقيق الإنجازات والألقاب، وهذا ما يطمح إليه أي لاعب. وقد يعرض السيتي مبلغ ضخم على الفتى الإنجليزي أكثر من ريال مدريد، ولكن تألق بيلينغهام في النادي الملكي قد يعود عليه بقيمة تسويقية أكبر، بالإضافة للإعلانات التي ستنهال عليه بفضل تواجده مع بطل أوروبا. إدارة ريال مدريد ترى أن اللاعب يملك الإمكانيات والجودة الكافيتين لسد ثغرة رحيل الثنائي لوكا مودريتش أو توني كروس إذا لم يجدد عقدهما رفقة ريال مدريد. يبدو أن ريال مدريد هو السبب المحوري في انفصال كريستيانو رونالدو عن وكيل أعماله التاريخي جورج مينديش، والذي حدث في نوفمبر الماضي. الصحفي الإسباني أوريفيو سواريز عبر راديو ماركا أكد أن مينديش حاول تغيير قرار رونالدو بمغادرة ريال مدريد في 2018 ونصحه بقوة في البقاء داخل النادي الملكي. وحسب الصحفي فإن مينديش طلب رونالدو بالبقاء في الريال لأنه حينها سيحصل على كل الحماية الممكنة، وأن رحيله سيجعل الأمور أسوأ بالنسبة له. رونالدو تجاهل نصيحة جورج مينديش ورحل عن ريال مدريد بعد رفض طلب تجديد عقده ليكون موازيا لعقد ليونيل ميسي في برشلونة.
الصحفي كذلك أكد أن التوتر زاد بين الثنائي بعد رحيل رونالدو عن مانشستر يونايتد في نوفمبر الماضي، حيث طلبه بالحصول على عقد من بايرن ميونخ أو تشيلسي أو ريال مدريد أو الانفصال بينهما. رونالدو كان يتطلع بالفعل إلى الاستمرار في أوروبا، لكن جورج مينديش فشل في إقناع الأندية التي يرغب فيها البرتغالي ليحصل الانفصال الصادم، واتهم مينديش رونالدو بالجنون بالنظر إلى طلباته التي لم تكن منطقية. يذكر أن ممثل رونالدو الحالي هو مواطنه ريكاردو ريغوف، حيث كان هو الشخص الذي رافق اللاعب البرتغالي في رحلته إلى السعودية لتوقيع العقود مع نادي النصر. خرجت بعض الصحف المدريدية لتؤكد رغبة ريال مدريد في التعاقد مع الإيطالي فيدريكو كيزا نجم نادي يوفنتوس. كيزا صفقة مثالية لريال مدريد، ولكن ليس الآن، فالريال يحتاج لمتابعة اللاعب حتى نهاية الموسم الحالي للتأكد من عدم تكرار إصابة الرباط الصليبي التي حدثت له منذ عام، بالإضافة لمراقبة تطوره من جديد. وإن تأكد ريال مدريد من جودته البدنية من جديد فإنه سيكون صفقة مثالية للفريق الملكي، خصوصا مع موهبة اللاعب البالغ من العمر 24 عاما. ذكرت شبكة ريليفو أن باير ليفركوزن أبلغ أنه يريد دفع شرط اللاعب الظهير الأيسر فيران غارسيا للتعاقد معه. باير ليفركوزن يريد دفع مبلغ 10 مليون يورو، وهو الشرط الجزائي في عقد الظهير الأيسر فيران غارسيا لاعب رايو فاليكانو حاليا. النادي الألماني أبلغ بالفعل عن نيته لكل من رايو فاليكانو وريال مدريد، حيث أن ريال مدريد يمتلك 50% من حقوقه وسيكون لديها الكلمة الأخيرة. الشبكة أضافت أنه الآن تفتح ساعات حاسمة سيعرف فيها مصير اللاعب، لأن ريال مدريد يجب أن يقرر ما إذا كان سيمارس خياره ودفع الشرط الجزائي البالغ 5 مليون يورو فقط لاستعادته من جديد. وكانت التقارير في الأيام الماضية تحدثت عن أن الريال يفكرون في ضمه الموسم المقبل، لذا يجب عليهم اتخاذ القرار النهائي. بعد أسبوعين من اعتزاله كرة القدم، أعلن غاريث بيل رسميا عن أول مشاركة له في بطولة غولف رسمية في كاليفورنيا. ما يفعله بيل حاليا لا يلام عليه، لأنه ترك كرة القدم ومن حقه ممارسة ما يحب، وبالطبع بيل سيتلقى عروض مالية ضخمة بسبب هذه المشاركة، لأن البطولة سيتم متابعتها من أجل معرفة مستوى اللاعب الويلزي الذي وجد نفسه قادر على مجابهة كبار اللعبة، فإنه سيمارسها بشكل احترافي، وهذا سيسعد رابطة الجولف العالمية، لأن وجود غاريث بيل معهم سيزيد من شهرة اللعبة.